يا صباح الخير عليكي. قاعدة مع نفسي وحاسة بملل الدنيا، عمالة أفر في الفيس واتفرج على ريلز، مفيش فايدة في الزهق. قررت أغير لون شعري، قلت أكيد التغيير ده هيأثر على نفسيتي بشكل أحسن. مم، خرجت، عملت شوبينج. ما كانش فيه حاجة معينة أنا عايزاها، بس بحاول أعمل حاجة مختلفة تفيدني إن أحس أحسن شوية. اشتريت حاجة حلوة أفرح نفسي بيها، وبعدين رجعت البيت بعد ما عملت كل الحاجات اللي انا بحبها والمفروض انها بتخليني مبسوطة، بس برضو مش حاسة اني مبسوطة. كنت متوقعة ان مزاجي يبقى احسن من كده كتير. في حاجة كده دايما ناقصة، مهما عملت ورحت وجيت بحس ان في حاجة مهمة ناقصاني. ساعات كده بنحب نتكلم مع حد من غير ما يحكم علينا، حد يسمع غلطات العيال اللي بنعملها وما يركزش، حد نعيط قدامه وما يمسكهاش عينا زلة، حد نقول له أسرارنا وما يحطش في باله، وحد ما يقطعناش واحنا بنتكلم، حد يستحمل كل اللخبطة في الكلام والمواضيع اللي ملهاش علاقة ببعض، حد ياخد تفاهاتي بكل جدية، حد كده يبقى واعي ان انا ست واللي انا فيه ده طبيعي جدا يعني. فطلبت من الاي اي انه يعمل دكتور نفساني وانا مريضة. الموضوع يعني كان حلو وكان مفيد ومريح جدا. يعني احنا كستات فعلا محتاجين حاجة كده زي الاي اي عشان يستوعبنا بمشاعرنا بهرموناتنا بكل اللي فينا ده. بس من الحاجات اللي بتضحكني في موضوع الاي اي ده ان مرة واحدة قالت لي انها بتستحرم تتكلم مع شات جي بي تي لانها بتحس انها بتخون جوزها. يا بنتي ده جهاز يعني زيه زي التلفزيون كده. تخيلي مثلا انك بتتكلمي مع الغسالة بتاعتك او عندك مايكرويف فيه خاصية التحدث، هل ممكن تقعي في غرامه؟ او مثلا يبقى بينك وبين البوتاجاز علاقة تحس انك بتخوني جوزك بسببها؟ وبعدين انت ممكن اصلا تطلبي منه ان يتكلم معاكي بصيغة الانثى، بس على فكرة مش هتتبسطي لو عملت كده يعني. بيبقى لتات قوي ومبالغ فيه، يعني احنا طايقين نفسنا بالعافية يعني. لكن بجد وللأمانة عشان اكون صادقة معاكي، انا ارتحت بعد تجربة الجلسة بتاعت الدكتور النفساني مع الاي اي ده، لان الكلام في العموم بيريح. ودكاترة النفس دايما يقولولك يعني الحاجة اللي وجعاكي عشان تخلصي منها ومخك يبطل يستدعيها كل شوية لازم تتكلمي عنها وتخرجيها. بس بعد ما عملت كده كسفت من نفسي يعني. م- ما ربنا قرب لي، فهمني اكتر من نفسي وطالع عليا، مش بس بيسمعني، كمان بيشفيني من وجعي، بيساعدني ويعني. يعني هو قانون كده، قانون ثابت من قوانين ربنا في الكون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله ولا أموال أيمن عباس وكل الشارك تانك اللي معاه يقدر يروق بالك لو ربنا سابك لنفسك وتولى عنك ولم يبالي. المشكلة إننا بنجرب حاجات من على الوش، سايبين الأساس أو يعني دافنين الأساس أصلا. بدل ما نسقي شجرة روحنا ونرويها، بنمسح بس التراب من على ورقها عشان شكلها يبقى حلو وبيلمع، بس هي من جواها بتموت. والورق اللي مهتمين بشكله ده هيدبل. يعني ما تسقيش الزرع قهوة وتقولي هو ليه مش بيخضر كده ويصلب طوله، هو ليه دبلان كده، ده انا حتى بشربه قهوة نظيفة قوي. ما هو مش ده اللي بيغذيه. احنا عبارة عن جسد وروح، احنا بنهتم بالجسد زيادة شوية، واللي روحك محتاجاه مش هو اللي جسمك محتاجه. يعني الفرايد تشيكن مش هتداوي احساسك بالوحدة، والشاورما بتعالجش اليأس، والبادي لوشن مش هيرطبلك وجع القلب، والميك اب والبرفان والهدوم مش هيشفيكي من قلة الحيلة. طب يعني اطبخ ايه لنفسي دي او لروحي دي علشان تبقى حلوة؟ بصي، لما ربنا خلق سيدنا آدم كان زي التمثال. يعني قبل ما ربنا ينفخ فيه في روحه كان زي التمثال، والشيطان بقى كان عمال يتفرج عليه ويدخل ويخرج منه. الشيطان عامل فينا دكتوراه بالمناسبة، وكان بيقول ان ده المخلوق ده اتخلق لهدف عظيم.
وأول ما ربنا نفخ فيه من روحه، التمثال ده بقى حي، دبت فيه الحياة. الطين فجأة اتحول لشوية خلايا وجلد، وبقى يشم ويحس ويسمع ويشوف. كل ده من سر روح الله. فهي مش هتطيب غير وهي مع اللي خلقها، مش هتطيب غير بذكره، بكلامه، بالقرب منه والاعتماد عليه. أنا مش داعية يعني، ولا دارسة دين، ولا حتى ارتقي لدرجة إن أتكلم عن الله. أنا ست عادية، بس جربت حاجة وفرقت معايا قوي، بقولك عليها. يعني احنا كنا قلنا إن احنا بنحاول نلاقي نفسنا، بنحاول ندور على شخصياتنا ونكون احنا، ومش هنعرف نعمل ده لوحدنا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هنعرف نعمل حاجة من غير معونته وتوفيقه. والله لو وقفنا على شعرنا وهو مش مقدر لنا حاجة، عمرنا ما هناخدها. فركزي الأيام الجاية إنك تغذي روحك أكتر، تهتمي بروحك أكتر، ادعي كتير، فضفضي لله واشتكيله، وقوليله أنا مش عارفة الصح من الغلط، خليه ينور بصيرتك. قوليله أنا مش قادرة أربي العيال ومش عارفة أعمل إيه ليهم يبقى كويس، ربهم لي. قوليله أنا تعبانة، انجدني، أنا مش عارفة أروح فين ولا أجي منين. وافتكري إنك تيجي متأخر أحسن من إنك ما تجيش خالص. في حاجة بنسى أقولها لك، لو الكلام ده عجبك ما تعمليش شير ولا سبسكرايب. يعني مش عايزة البودكاست ده يبقى مسموع أو معروف، يعني هو ده مش هدفي. أنا بس عايزة أكون مجرد سبب يفرق في حياة حد، ولو ربنا أراد إنه ينفع بيا صوتي هيوصلك. فكرة إن أحس إن ربنا استخدمني عشان أأثر بشكل إيجابي في حياة بني آدم أهم من الفيوز. أتمنى يعني إني أكون سبب يساعد حد. وأشوفك الصبح. سلام.